خمس مرات ما كانش ربنا قال يدخلوها بسلام وامنين، يدخلوها بسلام وامنين. كلنا المصري اخو المصري دلوقتي ما كانش طيب، ودلوقتي كلنا بقينا عيد واحده وكلنا بنحب بعض، مفيش فرق بين مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، ربنا امرنا بحب بعضنا البعض. هي دي وهتفضل في مصر على طول الزمان. اي مسيحي الاسلام بيقول اللي هم بيعملوه ده هو ده. اسم حضرتك ايه؟ نعم. اسم حضرتك ايه؟ نبيلة مصطفى علي. استاذه نبيله، حضرتك جايه النهارده تصوتي؟ انا جايه النهارده حضرتك تصوتي؟ طب حضرتك هتنتخبي مين؟ والله لسه ما قررتش هنتخب مين. يعني لسه هتشوفيها هناك؟ لما اخش اللجنه هنقرر ان انا انتخب. شكرا. النصر المصري بإذن الله. تحيا مصر! تحيا مصر! مدام سامي، حضرتك انتخبتي مين النهارده؟ السيسي. طب حضرتك انتخبتيه ليه؟ ليه؟ لأن مصر دي دولة مش صغيرة، ولازم يبقى لها قائد قوي جدا جدا جدا، واحنا مخاطر حوالينا كتير جدا. ثانيا ده علام. طب وحضرتك؟ أنا مامتها. انتخبتوا مين النهارده؟ سيسي طبعا. سيسي. طب اخترتوه ليه؟ اخترناه عشان حاجات كتير جدا. أولا راجل فاهم، عارف الدنيا ماشية ازاي، هيظبطها ازاي، دارس كل حاجة، حدود البلد، المشاكل بتاعتها، راجل فاهم، راجل بتاع المرحلة، مش أكتر من كده. لا طبعا انتخبته عشان انا لما اتفرجت عليه في التلفزيون لقيت راجل فاهم وبيحاول يوصل للناس اللي هو هيقدمه، مش مجرد ان هو بيتكلم كلام مش مفهوم وملوش اي لازمه، لا بيبين لكل واحد ان هو ازاي هيقوم مصر تاني، وطبعا بالعمل يعني، ولازم كلنا كمان نعمل معاه.